بونجور تو لو موند، تحياتي للجميع وكل العزاء وكل المواساة لحبيبنا وصديقنا لا يمكن أن يسعى العزاء كل عزاء العالم لصديقي وحبيبي الذي فقد فلذة كبده في هذا السبت الأسود. إذن على مر السنين والعقود كان الجزائريون دائما سواء أثناء الحراك أو منذ يعني السنوات منذ الاستقلال بين قوسين 1962 كانوا يطرحون سؤالا: أين حقي؟ أين حقي هو سؤال لا معنى له ولا يستقيم، بل الموضوع يجب أن يكون أعطوني حقي. لماذا؟ لأن حق الجزائريون معروف أين يوجد. حق الجزائريون في الغاز والنفط معلوم. الصورة التي ترونها هي لشنقريحة وابنه شفيق، بغض النظر عن أنه يعني هذا لا يستقيم مثلي وإلى غيره، وتزوج بفرنسي وإلى غير ذلك، هذا لا يهم، لأن أن يتزوج بفرنسي أو يعني مسألة لا تتطلب هذه الشماتة. إذن المفروض في الجزائريين أن يقولوا: أعطونا حقنا، أعطوني حقي، وليس أين حقي، لأن حقوقهم كما قلت معلومة ومعروفة أين توجد ومن يتصرف فيها ومن المسؤول عن يعني صرف حقوق الجزائريين. هذا الكلام يحيلني أو يدفعني أو يدغدغ في مشاعر نقاش حقوق الجزائريين. حقوق الجزائريين كما قلت منذ الاستقلال الملغم، الاستقلال الذي لا نعرف له لا أصل ولا فصل. أن استقلال الجزائر كان يعني نوعا ما لا يستقيم، لا يتركب. استقلال ماذا عن ماذا؟ استقلال فرنسا عن الجزائر أم استقلال الجزائر عن فرنسا؟ لأنهم لحد الساعة هم واحد، ولا يستطيع أي مؤرخ مهما تفنن في التزوير أن يفرق بين الدولة الجزائرية والدولة التي تسمى مجازا أو إطنابا أو ما يسموها مشيئة الجزائر. في هذا الكلام يجرني إلى القول بأن الذي يتحكم في ميزانية الدولة، الذي يوزع ميزانية الدولة، ليس هو شنقريحة، بل عشيقة شنقريحة وحبيبة شنقريحة، من بينهم البوهلي. بنات شنقريحة بالمناسبة على حد قول المصادر يعني الجديدة يتصرفون في ميزانية الدولة الجزائرية على هواه، لكن شنقريحة هذا متيم ومعجب بآخر العنقود، وهي ميليسا. ميليسا هذه عينت نفسها
كقائمة، ليست قائمة بل يعني شاف رئيسة سفارة الجزائر في جنيف في سويسرا، ويقال أنها هي التي اختارت السفارة باعتبارها من أكبر عشاق الشوكولاتة الفاخرة والساعات الجميلة المرصعة. وكانت هناك في سويسرا، هي التي يأتمر بأوامرها سفير الجزائر في سويسرا، وهي التي تتحكم في كل شدة وفدة فيما يخص سفارة الجزائر في جنيف. ونظرا لعشقها للشوكولاتة الفاخرة وللساعات المبهرة والساعات الزمردية والياقوتية، فقد اختارت هي نفسها وظيفتها، واختارت درجتها، واختارت يعني راتبها، واختارت إقامتها في سويسرا، حيث كانت تقيم في أرقى حي في سويسرا. لكن حينما طلع أو طلع ملف خالد النزار وزير الدفاع في الجزائر المسؤول عن العشرية السوداء، حينما استدعت المحاكم السويسرية خالد النزار باعتبار أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأقام معسكرات إبادة جماعية في الصحراء الجزائرية، وهي التي طلبت أن يتم نقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى إثر نقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يعني أصبحت تترأس الوفد الجزائري الدبلوماسي لدى الأمم المتحدة. لكن بما أن ميليسا البنت الدالع، البنت آخر العنقود من الزوجة الثانية، يعني لا تعرف الكنس والطبخ وأي شيء من أشغال البيت، فقد اختارت أن تسكن في هذه في ناطحة السحاب التي يملكها دونالد ترامب. هذه البنت المراهقة، البنت التي بدأت حياتها للتو، وهي بالمناسبة في بداية العشرينات، نصبت نفسها لأنها بنت شنقريحة لا يتم يعني تعيينها، هي تعين نفسها وهي تنصب نفسها وهي تختار المنصب التي تريده. لكن بما أنها لا تعرف لا الكنس ولا يعني الطبخ، ولا تعرف فقط طبخ الميزانية، بدل أن تقيم في شقة أقامت في ترامب تاور، يعني أقامت في هذه في ناطحة السحاب هذه التي يملكها دونالد ترامب. إقامتها في هذه الإقامة الفاخرة في لب وعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك تكلف الخزينة الجزائرية. ميليسا هي الخزينة الجزائرية،
يكلفها حوالي راتب 6 أطباء في الجزائر. إذن ميليسا هذه هي التي تعطي الأوامر للسفراء برمتهم، لسفراء الجزائر، وهي يقال أن الصك الذي بيدها يساوي أكثر من $1,000,000، وهو من جلد نادر ولا يشبهه أي جلد آخر. إذن الجزائري الذي يقول أين حقي، عليه يقول أن أعطوني حقي، لأن حقه يعرف أين يوجد، ناهيك عن أن هذا هو نفس البرج الذي تقيم فيه ميليسا المراهقة، ميليسا الطفلة، آخر عنقود شنقريحة مع الزوجة الثانية. ولذلك فإن بنات شنقريحة هم الذين يحكمون الميزانية، وليس شنقريحة مكلف بضبط الشعب الجزائري. شنقريحة مكلف بقمع الشعب الجزائري، بينما الأموال هي ميليسا ونادية وشفيق، هم الذين، بالمناسبة نادية هي ممثلة سوناتراك في لندن، يعني هي صاحبة شركة الغاز والبترول. إذن لا يمكن للجزائر أن يقول أين حقي، بل يجب أن يقول أعطوني حقي. وفي كل الانقلابات في كل الدول العربية رؤساء الانقلاب مثل بشار، مثل السيسي، منشغلون ومهتمون ولا يكترثون لشيء آخر غير من يمكنه أن يعني ينازعهم السلطة. بينما الأموال والميزانيات تتكلف بها عشيقتهم وزوجاتهم وبناتهم وأولادهم. شنقريحة له رجل خارج الجزائر وهو بالجزائر. لماذا؟ لأنه يعرف أن المستقبل غامض، وتواجده بالجزائر ممكن أن ينتهي في أي لحظة بالسكتة القلبية. ولذلك فكل أحبائه وأبنائه وزوجاته يتواجدون خارج التراب الجزائري. شفيق هو بدوره يتواجد بفرنسا، يعني بأمه، وممكن أن يترقى في أي لحظة ويصبح جنرالا، مع العلم أنه يعني هو الذي يعين في السفارة الفرنسية بالجزائر. ويكذب عليكم من يقول بأن عطف يتحكم في أي شيء. وزارة الخارجية هي ملك لهذا أنا يعني لا أريد أن أقول مخنث، ذلك شغله، هو ذلك يعني يدخل في إطار شخصيته. لكن من ناحية من ناحية الأموال فهو الذي يتحكم في ميزانية السفارة الجزائرية بفرنسا. هو الذي يرقي، هو الذي يعين، هو الذي يتحكم تحكما شاملا وشموليا في سفارة فرنسا، سفارة الجزائر بفرنسا. بالنسبة للبنات، نادية هي ممثل السوناتا
بلندن، هي التي تتحصل على الشيكات. أما بالنسبة للدلوعة، بالنسبة لآخر العنقود، هي التي تعين يعني من يساعدها، من هي هيئة، هي يعني هي الجزائر في الأمم المتحدة. وبالتالي فإن التبن الذي ألقى خطابا في الأمم المتحدة عبارة عن تراجيدي. تكلم عن فلسطين، والفلسطينيون عيب عليهم لأنهم يعرفون جيدا بأن الذي يدافع عليهم يغتصب النساء، الذي يطالب بحقوق الفلسطينيين ليوفر حقوقا للجزائريين. عيب على الفلسطينيين أن يوضعوا في نفس موضع البوليزاريو. هل محمود عباس أو مثلا هنية هو في نفس الميزان مع إبراهيم غالي؟ أنا لست يعني أتشفى في أحد، لكن أعيب عليهم أن يتركوا جيردل الذي قال بأنه سوف يحل 1.5 متر مكعب من المياه، أن يكلفوه بالدفاع عنه. الفلسطيني ذو كرامة، الفلسطيني ذو أنف ليس مثل أنف الجزائر المملوء بالخنونة، لا، الفلسطيني رجل. لكن عيب عليهم أن يسمحوا لهذا الجرد أن يقف في الأمم المتحدة للدفاع عنهم. وهذه يعني آخر الزمان. الجزائريون يغتصبون ويختطفون، وهذا بتقرير أمنستي، ليس تقريري أنا أو ما شابه ذلك. عيب على الإخوان الفلسطينيون أن يتكلم عنهم هذا الرجل. هذا الرجل تاجر كوكايين، هذا الرجل متورط في كل القذورات، وسمحوا له ليتكلم عن الجزائر، لأن الجزائر معروفة، لكن أن يتكلم على الإخوة الفلسطينيون الذين يضحون كل يوم، الذين دفعوا ثمنا باهظا، وفي آخر لحظة يتم المساواة بين مثل محمود عباس وهنية أو جورج حباش أو مع إبراهيم غالي بوليساريو. لكم واسع النظر. وفي نهاية القول لابد من أن أعيد التعازية الكبيرة لحبيبي وصديقي، وأقول له بأن الموت لا تأخذ إلا الورود لتتمتع بعشقها، لتتمتع برائحتها الطيبة، ولا تأخذ المنافقون وتتركهم لأرذل العمر. شكرا.